والضعيف فيكم قوي عندي حتى أعطيه حقه. هذه قاعدة. أما في أيامنا وفي هذه الأيام بالذات، بل وفي المؤتمرات والندوات، فإنك ترى النفاق بعينك، ترى المدح المذموم بعينك. فهناك من قال لأحدهم إن اسمك أو الرياسة مكتوبة لك في اللوح المحفوظ، فهل اطلع على اللوح المحفوظ؟ إنه النفاق عين، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن أبا بكر عندما تولى الخلافة نادى على وزير عدل فلم يجد إلا عمر، وجاء عمر مدة خلافة أبي بكر ما يقرب من عامين، وجلس عمر على منصة القضاء. أتدرون ماذا حدث؟ لم يتقدم شاك واحد إلى عمر، لا ظالم ولا مظلوم، لا جائع ولا غير، لم يتقدم واحد يرفع شكواه إلى عمر. فتعدى عمر ماذا أفعل؟ أريد عملا أتاجر فيه مع الله، فلم أجد شيئا. استرح يا عمر، استرح يا خليفة رسول الله. لماذا؟ لأنه لو أنصف الناس لاستراح القاضي وبات كل عن عشيه راضي. لكننا في أيام الظالم هو الذي يشتكي المظلوم، الظالم هو الذي يعتدي على المظلوم، الظالم هو الذي يرفع شكواه إلى القضاء. نرى ونسمع ونشاهد ونحن في غنى عن سردها في هذه الساعات. فإذا ما انتقلت بحضاراتكم إلى عمر في مدة خلافتي، عندما تولى المنصب والقيادة قال لأهل بيته اتقوا الله، اتقوا الله، فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. عمر يقول لأهل بيته هذا اتقوا الله، ونحن نصفق ونحن نهتف بشعارات قد لا نفهمها وقد لا نعرف إلى أي شيء تهدف. اهتفوا ضد الثورة نهتف ضد الثورة، اهتفوا ضد الجيش نهتف ضد الجيش، اهتفوا ضد الشرطة نهتف ضد الشرطة، اهتفوا ضد فلان
هذه هي الأخلاق الحميدة. عمر يقول هذا الكلام معه، ويأتي عمر ذات ليلة وينادي فيقول: لو نادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. من الذي يقول عمر المبشر بالجنة بل يشعر الناس بالمسؤولية وبتحمل الأمانة، فيقول: والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها يوم القيامة، لما لا تصلح لها طريقة يا عمر؟ أين أنتم يا أصحاب البرلمان؟ أين أنتم يا ممثلون على الشعب؟ أين إصلاحكم؟ أين أعمالكم التي تبرهن على صدق نواياكم وكلامكم؟ أين؟ لا أرى ولا أسمع إلا كأنه صدر باين نريد أن ننتقم من صاحبه. صدر نريد أن ننتقم من صاحبه. أنت قد ظلمت في الماضي وكلنا علمنا ذلك. بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. عليك بأن أخيك المسلم فامسك بها وتقدم إلى الأمام، لا داعي إلى الرجوع إلى الوراء، لا داعي إلى الخلف، نتقدم خطوة للأمام، ولكن البلطجة هي البلطجة والسرقة هي السرقة. ماذا نفعل؟ كل ما نراه أنه محرم شعواء على الفلول وعلى الذين كانوا يحكمون مصر قبل ذلك. أقول علمنا ذلك أنه نصوص، علمنا ذلك أنه كذا وكذا، لكن أين أنتم من شعب بائس فقير يبيت يتنوع من ألم الجوع وشدة المرض؟ أين أنتم؟ أصلحوا فساد قلوبكم ثم أصلحوا بين العباد. اتحدوا على كلمة سواء ولا تتفرقوا، ولا تتفرقوا. اعلموا أنها أمانة، فإن كنتم تعلمون فتلك مصيبة، وإن كنتم لا تعلمون فالمصيبة أعظم. عمر بن الخطاب أحد المبشرين بالجنة يقول هذا الكلام، يقول: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها يوم القيامة، لم لا تصلح لها طريقة يا عمر؟ وأقول: بادري به ما بدأناه في الخطبة، أنه لا ينزل بلاء علينا إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة وبرجوع وصلح وعود إلى الله عز وجل. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا هو الطريق المستقيم. نبي الله سليمان أجدبت الأرض
ولم تمطر السماء، وكاد الناس يموتون جوعا وعطشا من قلة الماء، كاد كل شيء يهلك، فخرج نبي الله مع بني إسرائيل ليصلوا جميعا صلاة تسمى صلاة الاستسقاء، الكل يتضرع فيها إلى الله، الحاكم والمحكوم، الراعي والرعية، كل شيء خرج ليصلي صلاة الاستسقاء. وبينما هو في الطريق إذا بنبي الله سليمان يقع سمعه وبصره على نملة صغيرة تداس الأقدام فلا يشعر الواحد منا أنه قد آذاها، يراها ترفع قوائمها إلى السماء وتنادي رب الأرض والسماء وتقول يا رب نحن خلق من خلقك وعبيد من عبادك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فنظر نبي الله سليمان إلى بني إسرائيل وقال لهم أبشروا وارجعوا فإن الله نجاكم بدعاء نملة، إن الله نجاكم بدعاء نملة. نعم معاشر السادة الأعزاء، لولا بهائم ركع وشيوخ ركع وأطفال ركع لصرفت عليكم البلاء صرفا. فالذي لا يشبع والذي لا يقنع والذي لا يرضى بما قسمه الله له فإنه يندرج تحت حديث الله عز وجل. إذا أراد الله بقوم سوءا نادى مناد من قبل الله عز وجل يا بركة التفعيل ويا فضل التسعير ويا عين لا تشتعل. هكذا تعلمنا، ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. معاشر السادة الأعزاء، أيام عصيبة نمر بها، فلا تحيز إلى فلان أو علان أو تركان، ولكن الطريق واضح، طريق الله أمامكم وسنة رسول الله أمامكم، وتروا بأعينكم وتسمعوا بآذانكم، فاقدموا على من ترونه أصلح العباد، أقدموا على من ترونه يقدم لمصر وأهل مصر الخدمات. لا تنخدعوا في الطيارات ولا تنخدعوا في المظاهر الكاذبة الفاتنة، ولكن عليكم أن تضعوا هذه الأعمال في كفة وتقوى الله في كفة، والشهادة أنتم تسألون عنها يوم القيامة. اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة والأعلى ساعة العجابة، اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء. اللهم من أراد بها شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إن كانت نواياه سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إن كانت نواياه الوصول إلى الحكم أيا كان وليته فيها أضرب بالعباد فسلط عليه سيفا
الراحمين وأخرجنا من بينهم سالمين. ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. ارزقنا رزقا طيبا حلالا مباركا فيه. اغننا عن عبادك اللهم، اغننا عن عبادك اللهم، اغننا عن عبادك اللهم. ارفع البلاء عنا وارفع البلاء عنا واكشف الضر عنا. اللهم وحد صفنا اللهم وحد صفنا. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وقولوا